صباح الخير اللي هيشوف الحلقة الصبح، ومساء الخير اللي هيشوف الحلقة بالليل. ده كان جزء من الحلقة الخامسة من الكورس بتاعنا، وهو تعليم الرسم للمبتدئين، وده كان شكل المستطيل. فيلا بينا نبتدي الحلقة الجديدة ونشوف الحلقة السادسة بتتكلم عن ايه. النهاردة الحلقة عن الشكل الاسطواني. زي ما انتوا شايفين كده، انا قلت اراجع معاكم واحطه لكم فوق عشان تبقوا عارفين. النهاردة هنعمل فازة فيها ورد، والورد احنا اتعلمنا ازاي نرسمه بشكل الدوائر. فيلا بينا كده نشوف الشكل الاسطواني اللي انا برسمه، وهنحط فيه بقى ايه الورد كأنها فازة لينا. انا ممكن كنت ارسم الفازة باي شكل تاني، بس قررت ارسمها علشان زي ما احنا متفقين ان احنا كل حلقة بنطبق شكل من الاشكال الهندسية اللي رسمناها في اول حلقة من تعليم الكورس للمبتدئين. فيلا بقى بينا، هاتوا ورقكم وقلمكم والوانكم عشان الحلقة دي كانت هتبقى حلوة قوي ان شاء الله وهتعجبكم قوي. فيلا بينا، ما تكسلوش. هنعمل الخط بشكل موجة كده زي ما انتوا شايفين، بنزوق بيها الفازة بتاعتنا. هوريها لكم بره كده زي خط الموجة بالظبط، وبميل خط بقى يمين او شمال زي ما انتوا شفتوني. طبعا زي ما اتعودنا ان انا بقيت بقى بحدد الاول قبل ما الون علشان تبقوا شايفين الخطوط كويس. هنبتدي بقى نلون كده الورد بتاعنا. هندمج بقى الوان في بعض. انا دلوقتي هحط اورنج، بعد كده هحط درجة احمر زي ما انتوا شايفين كده. هدمج بقى الالوان ببعض. حطوا الالوان اللي انتوا بتحبوها، زي ما انا متعودت معاكم ان انا دايما بحط الوان كتير على بعض علشان ادي غنى لوني وبتدي لمعة حلوة قوي. هحط بقى في الوردة اورنج كده من جوه، وهحط الازرق من بره كده علشان يدي دمج للالوان حلو. فلونوا الورد زي ما انتوا تحبوا، حطوا الالوان انتوا حابينها. ممكن تخلوها مثلا بدل ما هي الوان كتيره تخلوا كل الورد مثلا لونه بينك، مثلا لونه موفات بس. اتبسطوا وانتوا بتلونوا واعملوا الالوان اللي انتوا حابينها، لان دي الفازه بتاعتكم والرسم بتاعتكم، فانتوا اللي هتعلقوها عندكم في اوضتكم. فلونوها بالالوان اللي انتوا تحسوا ان هي دي هتبسطكم وهتخلي مودكم حلو.
زي كل مرة بقول لكم في كل حلقة متنسوش تعملوا شير للفيديو كتير قوي عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وتتعلم ازاي يرسموا ويلونوا ويكملوا معانا الكورس الرسم للمبتدئين. سيبكم بقى ايه تستمتعوا وانتوا بتلونوا، وارجع كمان شوية. هتلاقوا بقى في المرة دي في الجزء بتاع الورد الأخضر هتلاقوني ما حطيتش فيه ألوان كتيرة إلا مرة واحدة كده. هتلاقوني حطيت درجة موف، كده حطيت الأخضرات، حطيت كل درجات الأخضرات اللي معايا، الفاتحة والغامقة واللي مديه على أزرق شوية، بس مرضتش بقى ايه أدمج ألوان كتير المرة دي إلا في وردة واحدة هي الوردة الصفراء. هتلاقوني دلوقتي وانتوا بتتفرجوا حطيت فيها درجة موف فاتحة قوي، بس بعد كده حطيت أخضرات عادي جدا. قررت ان انا الون لون الفازة بتاعتي بدرجات مبهجة، هي البينك زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده لونتها بدرجة من درجات الموفات من تحت او فوشيا بس غامق شوية. بعد كده دخلت درجة من درجات الموفات الواضحة وصريحة وزي ما انتوا شايفين كده. بعد كده دخلت درجة من درجات البيجات علشان اهدي درجات شوية واوحد اللون او اخليها الالوان تهدى شوية زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما خلصتها جبت درجة البينك ولونت، خدت البينك على كل اللي انا لونته عشان يدي كله يبقى مود واحد من الالوان وكده. بصوا هتلاقوني حطيت البينك على كل حاجة بقى رسمتها. بصوا هحط ايه على البيج بينك تاني او فوشيا تاني علشان يبقى نفس مية الموفات والبينكات. بصوا بعد كده حطيت درجة من درجات البيجات اللي انا لونت بيها على الفوشيا والموف والبينك عشان يبقى كله مية واحدة، مية لون واحدة ويبقى فيه تناغم في الالوان وكده. بعد كده بقى هبتدي اغمق الجزء اللي جوه ده بتاع الفازة. بعد كده حطيت درجة من درجات الفوشيا في الفازة من جوه.
بعد كده بقى هبتدي بقى ايه اعمل الارض بتاعت او الترابيزه بتاعت الفازه. بعد كده حددت بالخطوط كده بالقلم الفلوماستر البني. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا حاجه، واشوفكم في حلقه جديده من الكورس بتاعنا الرسم للمبتدئين. باي باي.